في يوم من الايام وفي سنه من السنين وفي احد مهرجانات السينما المستقله الجميله في احد زخانيق وسط البلد، كان في مخرج شاب محنك صغير عامل فيلم قصير ابيض واسود بيتكلم عن بصوا، انا بصراحه مش عارف هو كان بيتكلم عن ايه، بس عموما يعني بعد عرض الفيلم جه وقت المناقشه مع الجمهور، فطلع المخرج الشاب على المسرح بكل ثقه، وكان اول واخر سؤال اتسال من شاب اخر من الجمهور ساب كل حاجه في الفيلم وسال سؤال وجيه جدا: ليه الفيلم ابيض واسود؟ فالمخرج الشاب رد عليه باجابه بليغه افحمته وفاجئت الناس كلها. مش عارف، انا حسيته كده. والله هي دي الاجابه. طبعا ساعتها كنت بطلع اصوات مش كويسه من اماكن متعدده، بس عموما يعني من هنا جت فكره الحلقه دي اللي هنتكلم فيها عن الالوان في الافلام، وليه لحد دلوقتي بيتعمل افلام ابيض واسود. طبعا كلنا عارفين ان الافلام بدات ابيض واسود، لكن بعد البدايه دي بفتره قصيره ابتدت تظهر افكار ومحاولات لعمل افلام بالالوان. اولها كانت محاوله تلوين الافلام بشكل يدوي بالتقنيات البسيطه اللي كانت متاحه وقتها، لكن دي كانت حاجه مرهقه وصعبه جدا وبتاخد وقت طويل جدا، فما كانتش عمليه قوي. بعدها ابتدت تظهر تقنيه جديده من تكنيكولر وهي التو كولر سيستم، ودي كانت اول تقنيه عمليه للتصوير بالالوان وقتها، وكانت بتتكون من لونين بس هما الاحمر والاخضر. وطبعا التقنيه دي فضلت تتطور وظهر عليها تحسينات كتير لحد ما ظهرت تقنيه جديده من تكنيكولر برضو وهي الثري ستريب سيستم، ودي كانت بتتكون من 3 الوان، وكانت تعتبر البدايه الحقيقيه للافلام الملونه، واللي فضلت طبعا تتطور وتتحسن على مدار عشرات السنين. ودي طبعا كلها تطويرات كيميائيه على خام السليلويد اللي كان بيستخدم وقتها لتصوير الافلام، لحد طبعا ظهور الكاميرات الديجيتال اللي اتطورت بسرعه ولسه بتتطور لحد دلوقتي. طب خلينا نتكلم دلوقتي عن الكالر ثيوري او نظريه الالوان، لان الالوان في الافلام مش بتكون صدفه او بتكون بس مجرد مظهر جمالي او فلتر بيتحط على الصوره عشان يخلي شكلها حلو. بالعكس، المخرجين والمصورين المحترفين بيستخدموا الالوان عشان يوصلوا معاني واحاسيس معينه. علم النفس بيقول ان كل لون بيثير مشاعر معينه عند الانسان من غير ما يدرك ده، ومن خلال التلاعب بالالوان عن طريق المخرج ومدير التصوير ومصمم الديكور والملابس بتقدر تخلق مود او حاله للفيلم، وده طبعا بيساعد في تقديم القصه بشكل احسن. الافلام لما كانت ابيض واسود من غير الوان كان كل ادواتها بتتلخص في حاجتين: الهايلايتس والشادوز والكونتراست اللي ما بينهم، لكن مع دخول الالوان كل ده اتغير. الالوان عموما مرتبطه بمشاعر كتير عند الانسان، كل لون بيكون ليه معنى واحساس مختلف عن اللون التاني، ويمكن اللون نفسه ممكن يدي اكتر من معنى او احساس مختلف حسب الموقف او السياق اللي اللون ده ظهر فيه. الاحمر مثلا مرتبط بالحب او العاطفه او الشهوه، وممكن برضو الخطر او الغضب او العنف. البينك مرتبط بالانوثه والرومانسيه والبراءه، لكن برضو ممكن يعبر عن السذاجه والتزييف والادعاء. البرتقاني مرتبط بالدفء والسعاده والنوستالجيا، لكنه كمان ممكن يبقى رمز للخداع او التحذير. الاصفر مرتبط بنور الشمس والطاقه والحيويه والامل، وبرضو بالمرض وبالجنون والغيره. الاخضر مرتبط بالسلام والطبيعه وبالخير، وبرضو الحقد والطمع والشر. الازرق مرتبط بالهدوء والنظام والامان، وبرضو الاكتئاب والبروده والوحده. البنفسجي مرتبط بالسحر والغموض والخيال والعوالم الاخرى، وبرضو بالاوهام والغرابه والشؤم. ودلوقتي بعد ما اتكلمنا عن كل لون لوحده، خلونا نتكلم عن ايه اللي بيحصل لما نبدا ندمج الالوان دي مع بعضها في حاجه اسمها الكولر سكيم. اول حاجه هي اللون الاحادي او المونوكروماتيك كولر سكيم، وهو لما تستخدم لون واحد وتدرجاته في الصوره، وده طبعا بيدي احساس قوي ومحدد جدا للفيلم. مثلا فيلم انمي اللي سيطر عليه اللون الاصفر عشان يعبر عن الجنون. المونوكروماتيك بيخلق مود معين عاده صعب تهرب منه، وده بيخلي الفيلم ليه طابع خاص ومميز. تاني حاجة وهي الانالوجوس كولر سكيم، وده عبارة عن انك تستخدم مجموعة الوان جنب بعض على عجلة الالوان. دي التأثير بتاعها بيكون اقل حدة من المونوكروماتيك، زي مثلا فيلم بليد رانر اللي عمل ده طبعا في مشاهد كتير سواء في الجزء الاول او التاني.
تالت حاجة الكومبلمنتري كولر سكيم، وهي لما تستخدم لونين بيكونوا عكس بعض على عجلة الألوان. يعني مثلا لو استخدمت اللون الأحمر مع الأخضر زي فيلم إيميلي، أو الأزرق مع البرتقاني، وده طبعا اللي منتشر أكتر في أغلب الأفلام الأمريكية. الألوان دي بتدي تباين عالي وبتخلي العناصر في الصورة تبان أكتر وتكون ملفتة للنظر أكتر. ده طبعا بيكون مفيد جدا في الأفلام وفي الإعلانات لو عايز تبرز حاجة معينة أو تخلي المشهد يجذب العين. رابع حاجة وهي الترياديك كولر سكيم، وده عبارة عن استخدام 3 ألوان يكونوا متوزعين بالتساوي على عجلة الألوان، يعني الألوان تكون متباعدة بنفس المسافة عن بعض. وأشهر مثال على ده هو الألوان الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق. استخدام الترياديك كولر سكيم بيخلق توازن بصري وبيخلي المشاهد يحس بتنوع الألوان والحيوية، وده طبعا بيستخدم كتير في أفلام الأنيميشن والإعلانات. طيب غير الكالر سكيمز اللي اتكلمنا عنها دلوقتي، في تكنيك اسمه الكالر ديسكوردنس، وده معناه ان استخدم لون يكون مختلف عن كل الالوان في المشهد بحيث يلفت الانتباه ويبرز حاجه معينه مهما كان الكالر سكيم بتاعي، سواء مونوكروماتيك او انالوجس او ايا كان. زي مثلا فيلم تشندلرز ليست لما استخدموا اللون الاحمر في البلطو بتاع البنت الصغيره في مشهد كله كان ابيض واسود، وده خلى العين تركز على البلطو الاحمر وخلق توتر واحساس قوي عند المشاهد. الفكره هنا انك تستخدم لون مش متناسق مع باقي الالوان عشان تبرز حاجه معينه او عشان توصل احساس معين. تكنيك تاني وهو استخدام ألوان مرتبطة بالشخصيات. بعض المخرجين بيحبوا يستخدموا ألوان معينة للتعبير عن شخصيات معينة. يعني مثلا في سلسلة أفلام هاري بوتر شخصية البروفيسور دولوريس أمبريدج كانت دايما بتلبس بينك والمكتب بتاعها كله كان لونه بينك، وده طبعا رمز لشخصيتها اللي بتبان لطيفة من بره لكن من جوه بنكتشف بعد كده ان هي بنت. وفي افلام تانية اللون ممكن يرمز لفكرة او موضوع، زي افلام ذا جاد فاذر اللي اللون البرتقاني فيها بقى رمز للموت، وكل ما تشوف مشهد فيه موت هتلاقي فيه برتقان. ده مثال ممتاز على استخدام الالوان كرمزية في الافلام. ممكن نستخدم تكنيك تاني زي الترانزيشنال كولرز، وده بيكون لما المخرج بيغير تدريجيا الالوان المستخدمه للشخصيه على مدار الفيلم او المسلسل عشان يعبر عن تغير الشخصيه وتطورها. يعني مثلا لو الشخصيه بتبدا بريئه ولطيفه في الاول بس بتتحول تدريجيا لشخصيه عنيفه وقاسيه في النهايه، ساعتها المخرج ممكن يستخدم الوان معينه في كل مرحله عشان يعكس التغيير ده. طبعا رغم كل اللي قلناه عن الالوان وتاثيراتها المختلفه، لكن لسه في لحد دلوقتي مخرجين بيختاروا يصوروا بعض افلامهم بالابيض واسود او حتى جزء من الفيلم نفسه، وده طبعا مش عشان حسوها كده زي الاخ اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقه، لكن لان الابيض واسود برضه ليه سحره وتأثيره الخاص. بعض المخرجين بيستخدموه عشان يخلوا المشاهد يركز اكتر على القصة والمشاعر من غير ما يتشتت بالالوان، زي اللي عمله الفونسو كوراون في روما. وفي افلام تانية بتاخد الاتجاه ده عشان تحاكي حقبة تاريخية معينة زي تشندلرز ليست اللي خلى الهولوكوست تبان كأنها مشاهد حقيقية وثائقية بتحصل من وقتها، او فيلم ذا لايت هاوس اللي استخدم الابيض واسود عشان يزود التوتر ويخلي الجو خانق اكتر، خصوصا مع الاضاءه القويه والكونتراست العالي اللي كان في الفيلم. الابيض والاسود مش مجرد ستايل قديم، لكنه اختيار فني بيلعب دور مهم في ازاي بنشوف وبنحس الفيلم. طيب هنا يجي السؤال المهم، ازاي تختار الوان لمشروعك؟ ممكن تمشي على الطرق التقليديه وتختار الوان متجربه زي اللي اتكلمنا عنها النهارده، لكن ساعات برضه بيكون مفيد انك تكسر القواعد وتستخدم الوان مش متوقعه. بس عشان تكسر القواعد لازم تكون عارف القواعد اصلا، يا اما انت بتهبط. الفيلم هنا ممكن يطلع غريب او مش مريح، بس ممكن يكون هو ده التأثير اللي انت عايز توصل له. ممكن قبل التصوير تقعد تحلل الافكار والمواضيع في فيلمك عشان تعرف تخلق باليتة الالوان المناسبة. خليك مبدع وحاول تتخيل الالوان في دماغك، ايه الالوان اللي بتتخيلها، ايه لون الاضاءة والملابس والديكور. وممكن كمان تعمل مود بورد للفيلم، وده بيكون فايل بتجمع فيه صور من اعمال تانية بتعبر عن نفس الحاجة اللي انت عايز توصلها. وكل ما هتجرب اكتر بالالوان في شغلك كل ما هتكون العملية بعد كده اسهل وهتختار الالوان بشكل طبيعي. في النهاية الكالر ثيوري هي جزء مهم جدا في صناعة الأفلام. من ساعة ما الألوان دخلت في الأفلام من حوالي 100 سنة والمخرجين لسه بيستكشفوا إزاي الألوان بتأثر على مشاعر الجمهور. استخدام مفاهيم علم النفس الخاص بالألوان تقدر تثير ردود فعل عاطفية من الجمهور وتعلي كتير من قيمة العمل بتاعك.
قبل ما تبدأ تختار الأزياء والإكسسوارات للفيلم فكر في الألوان اللي عايز تستخدمها. لما يكون عندك رؤية واضحة وباليتة ألوان متناسقة كل قسم الإنتاج هيساعدك عشان تحقق الرؤية دي. ولما تتفرج على أفلام ركز في الصورة ولاحظ تأثير الألوان بتاعتها عليك أنت كمشاهد. بالطريقة دي هتتعلم إزاي تستخدم نفس الألوان دي في فيلمك عشان تثير نفس المشاعر اللي أنت حسيتها بس عند الجمهور. خليك مبدع بس خليك محدد في اختياراتك، وشغلك هيكون مترابط أكتر وهيكون ممتع أكتر للمشاهدة. وبكده نكون خلصنا حلقة النهارده. لو عندك أي سؤال سيب لنا كومنت، ولو احنا على اليوتيوب ممكن نعمل سبسكرايب، ونشوفكم الحلقة الجاية.